تخيل كده تكون موجود في رحلة مع ولادك وسط الخضرة وغابة كبيرة أوي شمسها خفيفة وصوت العصافير في الخلفية وريحة التراب المبلول وكل حاجة حواليك بتقولك الدنيا أمان. بس في لحظة كل ده بيتغير والصمت يجي فجأة والهوا يسكت والضحك يختفي وتبص حواليك تلاقي أولادك مش موجودين، ولا صرخة ولا خطوات ولا حتى همس، وكأن الأرض فتحت بقها وبلعته. والنهارده هحكي لكم عن قصة اختفاء حقيقية، قصة مرعبة حصلت في الغابة السوداء في ألمانيا. قصة توأم صغير اختفى فجأة وسط الأشجار وسابوا وراه لغز محدش عرف يحله لحد دلوقتي. فمن غير كلام كتير يلا بينا نبدأ. كانت في عيلة ألمانية بسيطة قررت إن هي تخرج في يوم علشان تتفسح. الأب كان اسمه هانز ومارتينا ده كان اسم الأم، وكان معاهم أولادهم التوأم لوكاس وماتياس واللي كان عمرهم حوالي 6 سنين. المهم العيلة دي ركبوا عربيتهم ومشيوا حوالي ساعتين لحد الغابة السوداء. الغابة هناك يا صديقي تحفة من الطبيعة بمعنى الكلمة، أشجارها طويلة لدرجة إن الشمس مش بتوصل للأرض غير بشعاع رفيع، وريحة الأخشاب بتاعة الشجر والتراب والندى تحسسك إن أنت في الجنة حرفيا. بس ده مش موضوعنا حاليا. العيلة دي بقى يا صديقي مشيت وسط الشجر والولاد كانوا بيجروا ويضحكوا، ومارتينا اللي هي أمهم كانت ماشية وراهم وكل شوية تهزر معاهم وتقول لهم ما تروحوش بعيد أنا شايفاكم، وهي كانت شايفاهم فعلا بس لحد اللحظة دي. بس فجأة التوأم جريوا قدام شوية وصوت ضحكهم كان عالي جدا وخطواتهم كانت سريعة شويتين. فمارتينا اللي هي أمهم نادت عليهم بصوت عالي لوكاس ماتياس انتوا رايحين فين؟ بس الغريبة إن ما كانش في رد. الأم اتحركت بسرعة وراهم بس كانت تقريبا خطواتها تقيلة وقلبها كان بيزيد في دقاته كل ثانية لحد ما وصلت عند مكان كان فيه آثار رجلين صغيرين على الأرض. بس الآثار دي اتقطعت فجأة ولا كأن حد كان ماشي هنا. مارتينا اتلفتت شمال ويمين، مفيش ولا بني آدم في المكان ولا صوت ولا حركة، حتى الريح اللي كانت ساكنة في المكان كله سكتت مرة واحدة. وفي اللحظة دي بس مارتينا حست إن في حاجة غلط وجريت وصوتها من كتر الصريخ بدأ إن هو يبوظ، وكانت مفيش على لسانها غير أسامي عيالها التوأم لوكاس وماتياس. بس كل اللي كان موجود في المكان هو صدى صوتها وهي بتكلم نفسها. هانز اللي هو الأب جري عليها لما سمع صوتها العالي، بص في عينيها وفهم كل حاجة من غير ولا كلمة، وابتدوا هما الاتنين إن هما يدوروا ويصرخوا ويدخلوا وسط الشجر كمان وكمان علشان يدوروا على أولادهم. وكل دقيقة كانت بتمر كانت بتكون عبارة عن سنة. الوقت كان بيعدي ساعة ساعتين 3 4 ومفيش أي أثر. ومع بداية الليل الغابة بقت مكان مرعب بجد، وصوت الغربان وخرفشة ورق الشجر طبعا ده غير العيون اللي بتلمع وسط الضلمة اللي هي مثلا ده عيون الحيوانات الصغيرة. بس بعد ما الاتنين فقدوا الأمل قرروا إن هم يبلغوا الشرطة، وفعلا الشرطة الألمانية نزلت بكل تقلها، كلاب بوليسية ومروحيات بكشافات بتنور الغابة كلها ورجال إنقاذ بيمشطوا الأرض خطوة خطوة. من الآخر الشرطة جابت كل حاجة تساعد في البحث عن التوأم، وفرق الإنقاذ مشيت بنظام إن محدش كان بيسيب شجرة أو حفرة غير لما بيفتشها. بس للأسف الغابة كانت أكبر وأوسع وأعمق مما تتخيل. المهم الكلاب البوليسية لما وصلت للمنطقة اللي وقف عندها آثار الولاد دول عملت حاجة غريبة. الكلاب شمت الأرض ولفت حوالين نفسها وقعدت ساكتة وما كانتش عايزة تكمل البحث، كأنها هي كمان حست إن في حاجة مش طبيعية موجودة في المكان ده. بس في وسط عمليات البحث دي كانت مارتينا اللي هي الأم قاعدة على الأرض وحاضنة جاكيت صغير كان لونه أزرق، وكانت بتشم ريحة أطفالها في الجاكيت ده وريحة حضن صغير كانت لسه شايلاه من ساعات قليلة بس. وهانز اللي هو الأب كان واقف ساكت لا حول له ولا قوة، وكان يبان عليه إن هو صامت ظاهريا بس وشه
كان بيحكي إن هو بيتكسر من جواه. ما هو حط نفسك مكانهم برضه، كل حاجة حواليهم كانت بتقول إن الولد كانوا لسه هنا، بس دلوقتي مفيش حاجة خالص. حاجة صعبة على أي أب وأي أم في العالم كله. بس بعد أسبوع من البحث بدون أي أثر، ابتدت الناس تتكلم وتحط احتمالات، زي مثلا إنه ممكن يكون حصل محاولة خطف، لأن في ناس قالت أكيد إن في حد خطفه. بس هنا هيبقى السؤال، إزاي؟ يعني إزاي في وسط الغابة من غير ولا صرخة واحدة منهم، أو حتى من غير أي مقاومة أو أي أثر؟ مفيش منطق بيقول كده بصراحة. أما بالنسبة لتاني احتمال، فممكن بنسبة كبيرة إن هو يكون هجوم حيواني، يعني مثلا ممكن يكون خنزير بري أو ذئب هاجمهم. بس برضه في سؤال مهم، هو فين الجثث؟ أو يا سيدي على الأقل فين آثار الهجوم؟ ده حتى مفيش نقطة دم واحد. وكان في احتمال تالت، وهو إنهم ممكن يكونوا ضاعوا، يعني ممكن الولاد وهم مشغولين باللعب جريوا بعيد. بس الشرطة الألمانية عملت بحث كامل للغابة دي، وما كانش فيه أي أثر ليهم، لا أحياء ولا حتى أموات. وفي احتمال أخير يا صديقي، وهو إن ممكن تكون الغابة دي مسكونة. وهنا بدأت القصص المرعبة تطلع. يعني في ناس قالت إن الغابة دي ملعونة وفيها كائنات بتاخد اللي بيضيع فيها. وفي أسطورة كمان اسمها الرجل الطويل، وده ببساطة كائن بيظهر وسط الضباب وبينادي عليك، بس لو انت رديت خلاص بتروح وما بترجعش. تقريبا نفس فكرة النداهة عندنا في مصر بالظبط. بس بعد شهرين من البحث، الشرطة الألمانية أعلنت رسميا وقالت نعلن انتهاء عمليات البحث عن التوأم لوكاس وماتياس. وللأسف البيان كان رسمي وبارد، بس كان عامل زي الرصاصة على قلب مارتينا وهان. العيلة دي يا عيني حرفيا ماتت وهي عايشة، وبقوا ناس تانية خالص ماشيين في الدنيا كأنهم أشباح. بعد الحادثة دي ما حصلت، السكان المحليين قالوا إن بالليل في ناس بتسمع صوت ضحك أطفال وسط الشجر، وفي صياد أقسم إن هو شاف من بعيد توأم صغير ماشيين وماسكين إيد بعض وفجأة اختفوا. وفي ناس تانية بتحكي عن شجرة بلوط ضخمة تحتها بيطلعوا أصوات خفيفة زي صوت طفل بينادي ماما أو بابا. وبعد ما سمعنا القصة دي كاملة يا صديقي، عندي سؤال ليك. تفتكر لو انت مكان مارتينا وهانز هتكمل حياتك كأنك نسيت، ولا عمرك كله هتقضيه بتدور في الغابة دي على ولادك اللي لسه صوت ضحكهم بيرنوا جوه ودانك لحد دلوقتي؟ هستنى اجابتكم في الكومنتات. وبس كده يا صديقي، ده كان اللي عندي النهارده. ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه لو الفيديو عجبك، وما تنساش تكلمنا على الانستجرام لو عندك اي ملاحظه على الفيديوهات او حابب نقول اي قصه جديده. وكل الروابط هتلاقيها تحت في الديسكربشن او في اول كومنت. فبس كده، كان معكم يمين اشرف، اشوفكم الفيديو الجاي.